فانا هقول لكم في الفيديو ده الخلاصه ما بين الثلاث لوالب. اللولب النحاسي بيقعد عدد سنين اكتر فاعليه في منع الحمل، قد تصل الى 12-13 سنه، بينما الفضي 5 سنين واللولب الهرموني 7 سنين. الفرق ما بين الثلاثه بشكل محوري انه لو انت دورتك اصلا في العادي قليله، يعني بتيجي مثلا 3 ايام 4 ايام، فلما هتركبي النحاسي وهتزيد كميه الدم معاه ممكن توصلي مثلا بالكتير ل7 8 ايام، اللي هو اصلا رينج الطبيعي بتاعنا عموما في النساء. بينما الفضي لو دورتك غزيره شويه وما بيبقاش فيها الم، ما بتبقاش الكميه كتير بشكل زايد عن الحد، فالفضي هيكون كويس قوي. يعني لو انت دورتك مثلا بتنزل 5-6 ايام لكن كميه الدم نفسها مش كتير، فلما هنركب اللولب الفضي كميه الدم نفسها هتزيد، وعدد الايام ممكن يزيد يوصل ل 8-9 ايام بالكتير، مش اكتر من كده. بينما الهرموني هو الافضل على الاطلاق لو انت اصلا في العادي بتاعك دورتك غزيره او دورتك مؤلمه. يعني لو دورتك بتيجي 7-8 ايام وبينزل فيها دم كتير او بتبقى مؤلمه قوي، فساعتها هنصحك باللولب الهرموني، لانه اللولب ساعتها ما بيكونش بس لمنع الحمل ولكنه علاجي كمان علشان يحميكي من النزيف اللي بيحصل ده. طب الفيصل ما بين الثلاثه ايه، او ايه المشترك ما بين الثلاثه؟ اسفه، الثلاثه اول 3 ل6 شهور من تركيبهم لازم هيزودوا كميه الدم، لازم هيعملوا عدد ايام الدم او الدوره تبقى زياده شويه، ممكن في النص ما بين الدوره والثانيه يبقى فيه لخبطه، تنقيط، بقع دم عشوائيه وهكذا. لكن خلال 3 ل6 شهور المفروض ان الجسم بيكون اتعود عليه وخلاص بيبقى وصل للطبيعي بتاعه اللي انت هتكملي بيه باقي سنين تركيب اللولب من ناحيه عدد الايام وكميه الدم المفروض. فانا بنصح دايما انه احنا نبقى عارفين الكلام اللي احنا قلناه ده، وبنجرب اللولب 3 ل6 شهور تقريبا، وفي الوقت ده بنستعين طبعا بالكبرون لو الدم زايد عن الحد، علشان خاطر ان احنا نقلل الدم في خلال 3 ل6 شهور. طب بعد 6 شهور معد ولقيت الدم لسه بينزل كتير، كميه الدم بتغرقني، عدد الايام كتير، انا مش هقدر اكمل بالشكل ده، يبقى ده مش وسيلتك اللي هتنفع معاكي. روحي شيليه واختاري وسيله بديله، مفيش اي مشكله خالص.